الناقد الفني حسين إسماعيل شن هجومه على ياسمين عبد العزيز بعد سلسلة من الرسائل النارية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. حسين إسماعيل كتب: هي كلمة لياسمين عبد العزيز، نصيحة لوجه الله، بلاش تدخلي معايا في معركة لأنك لا انتي ولا أهم منك هيعرف ياخد معايا حق ولا باطل، وممكن تتصلي بنقيبك تسأليه. وأضاف: بلاش أنا عشان هتزعلي لما ناسك يشتموني، ده مش هيخليني مردش، وعلى فكرة انتي لا بتعرفي تحافظي على راجل يعيش معاكي. وكمل كلامه: تقريبا مش عارفة تحافظي على بيتك وبتخلي عيالك في مواقف وحشة هتأثر عليهم نفسيا في المستقبل. انتي مش شايفة غير مصلحتك وبس، عاوزة كل حاجة تكون تحت أمرك، وانتي اللي رحتي اتجوزتي واحد أصغر منك بعد ما فقدتي راجل من خيرة الرجال. وتابع كلامه: وحتى الأصغر منك معرفتيش تحافظي عليه، وحاليا بتنكشي وتلقحي وكأنك عندك 16 سنة. المفروض انك كبرتي وداخلة في 46، يعني المفروض عديتي سن المراهقة من زمان. سيب الحاجات دي للبنات الصغيرة، انتي كبيرة، بعد 5 سنين هتبقي مسنة، ست كبيرة وبركة. ورد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الهجوم ده وقال: مين ده كمان؟ هي البلد دي ما فيهاش حد يطلع يلم شوية العيال دي ويربيها؟ الحقيقة ان الناقد حسين إسماعيل بدأ هجومه على الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الخناقة اللي حصلت بينها وبين الفنان أحمد العوضي، ومشكلة مين مسلسله هو الأول في المشاهدة أو رقم 1 في المشاهدة في مصر وعلى مستوى الوطن العربي، اللي حصلت بينها وبين أحمد العوضي في الأيام اللي فاتت. وحصل بينهم تراشق بالبوستات، هو يكتب وهي ترد عليه مين هو اللي مسلسله حقق أعلى نسبة مشاهدة. ومن اللحظة دي قرر الناقد حسين إسماعيل إن هو يشن هجوم على ياسمين عبد العزيز. ده لصالح مين ومين اللي طلب منه كده محدش عارف. من ضمن الهجوم إنه كتب بوست على صفحته على الفيسبوك تاني من 5 ساعات تقريبا، وكتب: في موقع تصوير وتقابل حبيب، مساعدة ياسمين عبد العزيز اعتدت على شخص عشان بس عنده حد بيشتغل مع أحمد العوضي، وهم أحياء يرزقون، هاشتاج كوريا وهاشتاج هبة رفعت، واختهم التالتة مفروسة من أحمد العوضي على الآخر. مش عارف ليه متغاظة منه جدا، وأي حد مش عاجبه تصرفك وأسلوبك يبقى العوضي ده فعله. أنا مش قادرة أتصور إن دي ياسمين عبد العزيز اللي كنت بحبها وأنا صغير. فعليا معرفش حصل لها إيه، زمان كانت مركزة في شغلها، دلوقتي ما شاء الله عدوات كتير. الحقيقة ان الناس كتير انتقدت كلامه واعتبرت ان ده مش نقد ابدا، لانه ما بيتكلمش عن اعمال ياسمين عبد العزيز او بينقد مسلسلها في رمضان وتقابل حبيب. هو كل كلامه بيدور حوالين سنها وحياتها الشخصية وزيجتها، ليه اتطلقت، ليه سابت رجل الاعمال محمد حلاوة، ليه اتجوزت احمد العوضي اللي اصغر منها بكم سنة ورغم ذلك ما استمرتش معاه. كل الموضوع هجوم على حياة شخصية للفنان، لكنه ما جابش سيرة أعمالها الفنية نهائيا، ولا حتى فكر يقيم المسلسل كان قصته ايه، كان بيدور عن ايه، وعجب الناس ولا لأ، وايه المشكلة اللي شافها في المسلسل ما عجبتوش. فده ما يعتبرش نقد نهائيا، ده مجرد هجوم مش أكتر. كمان هجومه موقفش عند كده، ده كمان رد على وائل عبد العزيز أخو ياسمين عبد العزيز، وكتب على صفحته: أهو وائل أخو ياسمين ده كان يتمنى بس أكتب عنه كلمة واحدة عشان نفسه يمثل، والمشكلة إنه بيترعب من العوضي، بيخاف يقابله في مكان عشان إيده تقيلة. وحتى ياسمين أخته نفسها ياما طلعت علمت عليه وقالت له انت بعت أختك بعربية. انت طبعا فاكرني هشتمك، لا ما تقلقش، بس لو انت راجل ما تمسحش البوست ده من صفحتك. ويا ريت يرد علينا الأستاذ وائل يقول لنا هو بيشتغل ايه غير انه أخو ياسمين عبد العزيز. باختصار، الناقد حسين إسماعيل بيحاول ان هو يتدخل في خناقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وبيذكر اسم أحمد العوضي كمان في رده على وائل عبد العزيز. إذن هو كل هدفه مجرد هجوم، لأنه ما بيقدمش أي نقد لا مسلسل أحمد العوضي ولا لمسلسل ياسمين عبد العزيز. هي مجرد خناقة وهو تدخل فيها بدون أي وجه حق.